يا مرحب يا مرحب بيكم يا 300 ألف أهلا وسهلا. تالت قاعدة أو رول نمبر 3، وهي رول من الرولز المحببة لقلبي. الرول بتقول you won't be happy with a partner until you can be happy on your own. بالبلدي كده اللي ما يعرفش يبسط نفسه ينبسط مع نفسه مش هيعرف يبسط اللي معاه ايا كان. انا بقتنع بده جدا. بقتنع ان البني ادم المفروض حلو ان الواحد يبقى حواليه ناس، وحلو يبقى في علاقات ويخرج مع ده ويتكلم مع ده، بس لازم اما اقعد لوحدي مبقاش مخنوق، مش عمال اهرب من نفسي. انا قاعده مثلا لوحدي في الشقه لاي سبب من الاسباب، فعايزه انزل اكلم اي حد، مش عايزه اقعد مع نفسي، كارهه اقعد مع نفسي، مش عايزه. مواجهه نفسي دي حاجه مؤلمه جدا. بحس ان انا كأريج بنبسط قوي ان كل يوم كده اقعد مع نفسي، حابه لنفسي. يعني كنت مره راجعه من الشغل، فمامتي بتقول لي دخلت على جوه، فمامتي بتقول لي ايه في ايه ومش عارف ايه. قلت لها حرفيا كده، قلت لها انا عايزه بصي جو كده هدوء، انا مش عاوزه حد، انا عاوزه اقعد مع نفسي. اللي ما بيعرفش ينبسط مع نفسه ويكلم نفسه ويواجه نفسه، مش بشكل بقى اللي هو الجنان بقى اللي انا قاعد بكلم نفسي وقاعد بقى يعني الناس بتفتكر ده جنان او دي مش حاجه عبيطه، انا اقعد يعني اكلم نفسي. اتكلم نفسك مش بشكل هستيري يقلب معاك بتوحد ويقلب معاك بوحده ويقلب معاك بعزله، لا. بس لازم تتكلم مع نفسك زي ما بتتكلم مع اهلك، بتتكلم مع اصحابك، بتتكلم مع زمايلك في الشغل. لازم تتكلم مع نفسك. اللي ما بيعرفش احتياجات نفسه ويعرف هو عايز ايه بالظبط ويبقى كويس وهو لوحده، بيبقى صعب عليه ان هو يبقى يخلي حد كويس، او ان هو ينبسط مع حد، او اللي هو بتبقى حياته عارفين عامله زي اللي هو ايه، بيلهي نفسه. هو بيلهي نفسه. لازم نعرف احنا ايه، احنا بنتحاسب عن نفسنا. يعني اول الشخص الوحيد اللي هنتحاسب عنه في كل الدوشه دي احنا. فلازم نبقى عارفين احنا بنحب ايه، بنكره ايه، عملنا ايه حلو، عملنا ايه وحش، اتصرفنا كده ازاي. لازم نواجه نفسنا ونحاول ننبسط واحنا لوحدنا، ونحاول زي ما بنحاول ننبسط واحنا مع الناس ونبسطهم. ان لنفسك عليك حق. السلام عليكم.